نعرفوا بأن هاد الصلاة اللي كنصليوها وكنحافظوا عليها في الأوقات ديالها راه كتكون لينا يوم القيامة نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. علاش خاصنا نحرصوا باش نأديوها بالتمام والكمال ونصلحوا جميع الأخطاء. عندنا الخطأ الأول اللي كيقدروا يوقعوا فيه بعض النساء هو عدم ستر جميع البدن. كتلقاي بعض النساء كتصلي والرجلين ديالها مكشوفين ولا جزء من الذراع ولا شويه من الشعر ديالها، يعني ما كتردش البال. وحنا خاصنا نعرفوا بان المراه اللي كتصلي راه من الواجب تستر جميع البدن ديالها الا الوجه والكفين. عندنا في الحديث عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم، والمقصود بالحائض هي المرأة البالغة اللي راهي كتوصل لسن البلوغ، راه خاصها